السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ كل عام وانتم بخير. طبعا احنا دالحين قاعدين نصور فلوج باذن الله ينزل اليوم او بكره اول يوم في العيد. طبعا احنا كل يوم في رمضان كنا نروح مكان في الباحة كذا، اما مشي او اما بالسياكل او اما بالسكيت. المهم فاليوم رحنا هذا المكان، يقولون شجرة توت عمرها اكثر من 200 300 سنة، شجرة قديمة مرة والى الان تنتج. ورانا هنا بيوت قديمة زي ما انتم شايفين قدام هناك، وبرضه هنا في قدامنا بيوت، في مسجد قديم برضه، مسجد قديم جدا مسجد. المهم وخلوكم مع المقطع. طبعا يا شباب هذا بيت، يعني بيت من البيوت القدامى او البيوت المهجورة. المهم وهذه هنا شجر برشومي او تنشوكي، وهذه هي هنا شجرة التوت اللي احنا جايين اليوم نشوفها. طبعا يقال ان طبعا شجرة ضخمة بمعنى كلمة ضخمة، وعمرها بالفعل أكثر من 300 سنة وإلى الآن ما زالت تثمر. كل الشجرة مثمرة، شوفوا يا شباب، كل الشجرة تثمر. حتى هناك دقيقة، كل الشجرة تثمر. بصور لكم الشجرة من تحت عشان تشوفون كيف ايش كبرها وحجمها. طبعا هذا كله توت وكله مثمر، حتى اللي هنا كل هذه المنطقة مثمر. وهذه كلها هنا زي ما تقول برضو برشومي قديم، يعني ايش على حسب الرجال اللي قالنا، قال حتى هو البرشومي ايش كمله كثير البرشومي، زي ما انتم شايفين لين تحت لين اخر نهاية الوادي. هذا يا شباب واحد من اجذع شجرة، وهذا جذع حتى هو طايح من الشجرة، الخنافس كلها حول الجذع. الله يكرمكم، خنافس ترى حيوانات أليفة، كوتي 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 كوتي. المهم فهذا جذع من أجذع الشجرة، شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله عرضه. وهي إلى الآن الشجرة كلها مثمرة ومنبتة، إلى الآن الشجرة مثمرة ومنبتة. هذا جذع برضو مكسور بس فيه جزء منبت. هذا جذع طايح برضو شجرة التوت، بس الجذع مع كبره زي كذا طاح الجذع. وهنا برضو توت، اللي هناك هذه ما هي بتوت، اللي هناك ما هي بتوت، بس اللي هنا الجذوع المتكسرة هذه كلها جذوع توت. وهذه من هنا مثمرة زي ما انتم شايفين، ما ادري واضح ولا ما واضح. المهم ان اغلب الشجرة مثمرة. والبرشومي زي ما قلت لكم، البرشومي هناك زي ما انتم شايفين كذا هناك على نهاية طول عرض الوادي. I ain't feeling lonely and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, with those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. شايفين الجذع كيف كبره كبير مرة. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? طبعا هذا واحد من البيوت القديمة. طبعا احنا ما بندخل بس بنصور. طبعا بس الدور الثاني طاح الدور الأول. ايوه، فهذا اللي خلى العائلة تترك المنزل، يعني مع انهم العائلة حاولت تجدده أكثر من مرة، لكن ظنت ان هذا المنزل فيه جن، فالعائلة قررت ان تتركه الى الابد. يعني اللي ينطرد من البيت يعني شيء يجي هنا. طبعا هذا المنزل من الاعلى متهالك، هنا الدور الثالث طاح. وطبعا اطلالة المنزل جميلة، يعني شوفوا شروق الشمس ودوار ابو نخلة، وعشان كذا المنزل كانوا بيبيعوه ب2 مليون ورفضوا. شوفوا اطلالة على الكورنيش. ومن هنا هذا بيت قديم بس مو قديم مرة. هذه مزرعة، هذه شجرة التوت بس. طبعا هنا يا شباب زي مسجد أثري، طبعا هو بس مجدد المسجد، يعني ايش تصور انت ناس تيجي تصلي عبادة وانت قاعد تصور؟ يلا. المهم اسمه مسجد الروضة، قرية الضفير. طبعا تاريخ الإنشاء ممسوح بس هو قديم يعني. والباح مدينة الباح، تشوف السقف من هنا دعائم خشب من برا. طبعا المسجد صغير جدا زي ما انتم شايفين. طبعا احنا الحين يا شباب راجعين البيت، بما ان الشمس طلعت وصارت الساعة 7 وشوية، فاحنا راجعين البيت. هذه النافورة قاعدين يجهزوها عشان العيد، يعبون موية جديدة. والله فكر نيجي في مرة نطب فيها. هذه دقيقة.
فك كذا رابع يوم العيد أو شيء أجي ونطب فيها موية نظيفة، بس يعني طحلب شوية. ها عبد الله ايش رايك ننط فيها في العيد؟ نافورة دورية. I ain't feeling lonely, and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you